أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من البودكاست بعنوان اعقلها وتوكل. في حياتنا اليومية نواجه الكثير من الضغوطات والقلق، فنفكر في الماضي ونخاف من المستقبل، وننسى أن الحياة أبسط مما نتصور. في هذه الحلقة سنتحدث عن مجموعة من المبادئ التي تساعد الإنسان على العيش براحة وطمأنينة، وتعلمه كيف يوازن بين العمل والتوكل على الله. اعقلها وتوكل. هذا المبدأ يعني أن يجمع الإنسان بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله، أي أن يعمل ويخطط ويبذل جهده ثم يترك النتائج لله تعالى. فالتوكل الحقيقي لا يعني ترك العمل، بل يعني القيام بالواجب ثم الاعتماد على الله بثقة واطمئنان. عش حاضرك أكثر. كثير من القلق سببه التفكير في الماضي أو الخوف من المستقبل، فالماضي انتهى ولا يمكن تغييره، لكن يمكن الاستفادة من تجاربه. أما المستقبل فيمكن التخطيط له والاستعداد له، لذلك من الأفضل أن يركز الإنسان على حاضره ويستثمر وقته فيما ينفعه. واجه مخاوفك. معظم المخاوف التي نشعر بها تكون مبالغا فيها أو لا أساس لها من الواقع، لذلك يجب أن يتحلى الإنسان بالشجاعة ويواجه الصعوبات بدل الهروب منها. فعندما نواجه المشكلة نكتشف غالبا أنها أبسط مما كنا نتخيل. درب نفسك على تقبل الأسوأ. أحيانا يقلق الإنسان لأنه يتوقع دائما أفضل النتائج، لكن الحياة قد تحمل نتائج غير متوقعة، لذلك من الحكمة أن يتعلم الإنسان تقبل الاحتمالات المختلفة، وفي الوقت نفسه يعمل بجد حتى يحقق أفضل نتيجة ممكنة. تقبل الواقع. قد لا يكون الواقع دائما كما نريده، لكن رفضه لا يغيره. الأفضل أن نفهم المشكلة جيدا وندرس أسبابها ونستشير من نثق بهم، ثم نستخير الله قبل اتخاذ القرار. وبعد اتخاذ القرار ينبغي أن نمضي قدما بثقة دون ندم. تذكر أسرار القلق واليأس. القلق الشديد واليأس المستمر يؤثران سلبا في صحة الإنسان النفسية والجسدية، فقد يؤديان إلى أمراض مختلفة مثل ارتفاع ضغط الدم واضطرابات النوم. لذلك من المهم أن يتعلم الإنسان كيف يهدئ نفسه ويتعامل مع مشكلاته بهدوء. تعلم فن النسيان. ليس كل ما يحدث في الحياة يستحق أن نفكر فيه طويلا. بعض المواقف المؤلمة المزعجة من الأفضل تجاوزها ونسيانها حتى لا تؤثر في حياتنا. فالتعلق بالأحداث السلبية يرهق النفس ويمنع الإنسان من التقدم، لذلك تعلم فن النسيان. لا تكن كثير الانتقاد. الإفراط في انتقاد الآخرين يجعل الإنسان يعيش في توتر دائم، لذلك من الأفضل التحلي بالتسامح والهدوء والتركيز على الجوانب الإيجابية بدل البحث عن الأخطاء في كل شيء. اصنع الابتسامة. الابتسامة من أبسط الأشياء التي تنشر السعادة، فهي تعطي الإنسان شعورا بالراحة والتفاؤل وتؤثر إيجابيا في من حوله. وقد قيل إن الابتسامة صدقة لأنها تنشر الخير والمحبة بين الناس. تعلم الحب. الحب أساس الحياة الطيبة، فعلى الإنسان أن يتعلم حب الله تعالى وحب دينه وحب وطنه وحب نفسه وأهله، وأن يحب الخير للناس جميعا، فالقلب المليء بالمحبة يعيش في سلام وطمأنينة. وفي ختام هذه الحلقة تذكر أن الحياة لا تخلو من التحديات، لكن الطريقة التي ننظر بها إليها هي التي تصنع الفرق. اعمل واجتهد، خطط لمستقبلك، تعلم من ماضيك، ثم توكل على الله وأمضي في حياتك بثقة وطمأنينة.
لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك في القناة إذا أعجبتكم حلقة اليوم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.